الناس كلها مشغولة في سعر الذهب اللي قرب يوصل ل2000 جنيه للجرام، والدولار اللي بعد التعويم هيوصل ل30 جنيه، ومشغولين في الغلا وازاي يضمنوا بكرة ومستقبلها. كله بيشتري ذهب، وناس تانية بتبيعه، وناس تالتة بتستثمر في شقق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا جميعا وقال: يا شداد يا ابن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزت الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك تنقل رحمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. استغفروا ربنا كده، وربنا يقوي الناس كلها على اللي جاي، وما تنشغلوش يعني بالحاجات اللي بتحصل حوالينا. كل واحد بياخد رزقه، ومحدش بياخد رزق غيره ابدا، ولا في حد بياخد اكتر من رزقه. يعني الناس مهما تسعى ومهما تجري يمين وشمال، ومهما يعني تحس كده ان هي عمالة تجري ورا الدنيا كده، مش هياخد غير رزقه اللي ربنا كاتبه له. يعني لو طول النهار بيشتغل، لو ربنا كاتب له بس في اليوم ده ان هو جنيه واحد بس اللي هيدخل جيبه، هو ده الجنيه اللي هيدخل جيبه. لو هو قعد اليوم ده يشتغل ليل ونهار ما يفصلش خالص، هو الجنيه بس ده ليه؟ عشان هو ربنا هو اللي كاتبه ان خلاص هو رزقه النهارده كده، هو ده بس اللي هيدخل جيبه ويدخل بيته. فالناس تعبة نفسها بطريقة غير عادية غير عادية، شغلة نفسها بالغلا، والذهب بقى بكذا، والدولار بقى بكذا، وشغالين نفسهم بكاس العالم طبعا. يعني يمكن بيفرقوا عن نفسهم شوية بالكورة وكاس العالم كنوع من انواع الترفيه يعني. بس الناس بصراحة والله العظيم اليومين دول والغلا، انا معاكم ان الغلا زيادة قوي قوي، زيادة عن اللزوم. يعني الناس اصلا ما عادتش مستحملة. يعني كنا الاول لما نيجي نروح السوق، يعني حبة خضار وكيلوين فاكهة كده كنا بنجيبهم للعيال، فكانوا بيعملوا مبلغ. دلوقتي بيعملوا ضعفين ثلاثة المبلغ اللي كنا بنجيب بيه. دلوقتي ممكن الناس اللي هي بتبقى على قدها يا دوبك بتجيب كلنا الخضار بالعافية. ممكن ما يكونش بإمكانها ان هي تجيب فاكهة لولادها ولا اي حاجة، هي اصلا بتجيب كلنا الخضار دول بالعافية. فمش عارفة بصراحة اقول لكم ايه. هو ربنا يهدي الحال كده ويصلحه ويرزق الناس كلها يا رب. بس ربنا اكيد مش بينسى حد خالص، يعني كل واحد بيجيله رزقه لحد عنده، وكل واحد بياخد رزقه. يعني حتى في ناس سبحان الله ربنا بيتسبب ان هو بيجيلك رزقك من وراه، من ورا الشخص ده، عشان هو ربنا عامل كده. فاستغفروا كده ربنا وقولوا: يا رب ارزقنا، ويا رب قوينا. والحاجات دي احسن من ان احنا نتنين قاعدين نندب حظنا ونقول الكلام ده يعني. المهم بقى، عايزه اقول لك صباح الخير ولا مساء الخير عليكم. بصوا، اول حاجه دايما بحب دايما ان انا اعملها، ان أنا لو عندي فوط مطبخ ولا الحاجات دي احب ان انا اغسلها الاول عشان ايه؟ تلحق تنشف. انا قلت لكم قبل كده ان انا دايما بغسل فوط المطبخ دي بالصابون اللي هو الحتت اللي بيتبشر ده. بصي جربيه والله العظيم بيخلي فوط المطبخ فعلا تحفة. يعني كلنا عارفين ان فوط المطبخ دايما من الحاجات اللي هي مملة وفي تنظيفها، يعني على اساس ان احنا بنمسح بيها بتبقى على طول مدهننة ومزيتة، ولأي بقعة ولا حاجة بتلزق فيها. حتى لو غسلتيها مش بتنضف النظافة اللي هي نفسك فيها، يعني اللي هي تبقى نظيفة نظيفة، يعني مفيش بقع باينة مفيش حاجة. فجربي الطريقة دي. بنبشر الصابون، وبعدين الصابون ده مش غالي. يعني هو كانت الصابونة ب2 جنيه تقريبا، ممكن تلاقيها دلوقتي الصابونة ب5 جنيه يعني، او ب4 جنيه حاجة، او ممكن تكون ب3 جنيه، مش عارفة بصراحة. لان انا الصابون ده انا بعمله في البيت، ما بقطعوش من عندي خالص، بحوش الزيت القديم واعمله بيه. بعمله كده بالفوط. الحاجات دي بصراحة جميل جدا وبيخلي الفوط نظيفة خالص. بحط معاها في الغسالة كده شوية اريال، لو ما عنديش خلاص بستكفى بيه. وبينضف الفوط وبيخليها جميلة قوي. تعالوا بقى النهارده احنا عندنا كده بصوا شغل جامد قوي في المطبخ. عندنا شويه حاجات كده هنعملها. بصوا هو كان يوم السوق، فانا ما حبيتش بقى ان انا اوريكم كده عشان ايه؟
يعني انا عملت قبل كده حاجات كتير للسوق وكده، فعشان ما يبقاش ممل وكده. تعالوا بقى نطلع نشوف البصل اللي احنا خزناه ونجيب كمان بصل نملى الدرج كده. بصوا ده البصل اللي احنا خزناه، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم ما باظ منه حاجه خالص. يعني هما العيال بيطلعوا يجيبوا لي، فهم مفعكشين كده الدنيا شويه. انا حاولت الم الدنيا بس كده، واللي هو السليم يعني غير اللي هو القش ده ابعده اشيله، والسليم احطه في جنب كده. عايزه اقول لكم كمان ان احسن فعلا طريقه، وانا بعد كده مش هعمل اللي هي في الصندوق الاسود، يعني اللي هو بقطع الشرش بتاعه خالص وبعمله من غير شرش بصراحه. دي احلى واجمل يعني طريقه. انا سايباه للاخر. ليه سايباه للاخر؟ علشان اشوفه في الايام اللي هي خلاص، يعني يكون البصل الجديد طلع، اشوف ده هيزرع ولا مش هيزرع. فعشان كده انا سايباه للاخر خالص. اخر استعمال هاخده منه. لو ما زرعش هعمل كل مره ان شاء الله بالطريقه دي. هلولو الشرش كده واخزنه من غير شرش خالص بقى، ويبقى المكان دايما يبقى نظيف وحلو من غير عشان العفش يعني بتاعه كده. بس ان شاء الله مش هيزرع، لان انا اللي كنت لاويه العنقود بتاعه جامد، فان شاء الله مش هيزرع ولا هيجرى له اي حاجه خالص. كده فضينا التربو. عملت البصل والبطاطس برضو، نفضت التربو بتاعها ومسحته كده وظبطته، وحطيت البطاطس فصلتها. لاني كنت جايبه بطاطس كده، عارفين من اللي هي بتحمر كده في الزيت وتبقى ريحتها مسكرة كده. فهي كانت من النوعية دي، فللأسف بقى فصلتهم كده. خليت دي، قلت اما اجي اعمل صينية فراخ ولا حاجة اخدها، وخليت اللي هي الآلية لوحدها. يعني فصلتهم لان احنا بننسى، فانا خفت اخد من دي فتطلع من اللي هي بتحمر وكده، مع انها هي نفس السعر. بس مش عارفة برضو يعني، لسه اللي بالكوا فيها اللي هي بتاعت الخزين بقى اللي هنخزنها نعملها بطاطس صوابع دي. لسه شوية، يعني شوية كده لما احس ان هي خلاص طلعت، اللي انا بجيبها على طول. اللي كنا عاملينها السنة اللي فاتت كده مع بعض، كانت تحفة والله العظيم، كانت جميلة جدا. وكمان الكيس اصلا من ده بيعمل مبلغ. يعني الكيس دلوقتي من اللي احنا بنجيبه جاهز، بطاطس صوابع دي جاهزة على الآلية على طول، وفي منها بتبقى مغشوش من اللي هي بتتحروق برضو كده وتحمر دي. برضو الكيس مش عارفة عامل 80 جنيه او حاجة كده، الكيس اللي هو الكبير. او يمكن عدى كمان ال 100 جنيه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي كده. فلا، احنا نخزنها ان شاء الله مع بعض، وتفضل عندك تحفة جميلة. بصي لأي حاجة، سندوتشات، اي حاجة تبقى عندك جاهزة على طول. المهم بقى، انا كده نضفت الضرفه دي، حسيت ان هي مكلكعه كده ومكركبه كده، ويعني كل ما افتحها ابقى مش مائزه منها. فانا قلت ما غيرها، قلت هغسل المفارش بقى وكده. بس انا بصراحه حبيت الورق الابيض ده في الضرفه احسن من المفارش والكلام ده. وكمان انا عندي عيب في المطبخ، ان هو مميل كده. فان شاء الله لما اثبته في الحيطه بمسامير، عشان هو مش متثبت اصلا، هجيب بقى بكره المفارش جديده، وهنزل كل اللي في المطبخ ده وهرصه من اول وجديد. انا اصلا طبعا انا مفضيه المطبخ من فوق خالص. بس انا كده كده مش بحب الحاجه تبقى مبهدله ولا مهرجله ولا كده يعني. فقلنا برضو نوع من انواع التنظيم، نبقى محافظين دايما على الحاجة بتاعتنا. المطبخ لو كل يوم عملتي ضرفة بعد ما تخلصي حوض المواعين بتاعك كده، تمسكي ضرفة واحدة بس تعمليها، هتلاقي المطبخ بتاعك على طول منظم ونظيف، والاطباق مترصصة حلوة كده ونفسك مفتوحة للمطبخ. لأن المطبخ ده من أكتر الأماكن اللي احنا بندخلها. ممكن بنقضي فيه يعني 3/4 اليوم واقفين في المطبخ، بنعمل اكل، بنغسيل مواعين، بصي هو اكل وغسيل مواعين، اكل وغسيل مواعين على طول اليوم يعني. فبنقضي فيه 3/4 اليوم. فلازم يبقى فيه راحة نفسية جوانا كده، المكان يبقى نظيف ومنظم كده، تبقي حاسة ان انت واقفة كده في مملكتك يعني. ده المكان الوحيد اصلا اللي انت بتحسي ان هو بتاعك، ملكك يعني، مش من حق اي حد تاني، هو ده مكتوب باسمك اصلا يعني.
فعشان كده في بنات او ستات مش بيحبوا المطبخ، مش بيحبوا وقفة المطبخ، فده برضو بيبقى ايه، نابع من جواهم يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نهيئ لنفسنا الجو كده ان هو يساعدنا ان احنا هيبقى حابين المكان وحابين ان احنا نقف فيه، عشان اي حد بيحب مكان بيبدع فيه. يعني لو واحد بيحب شغله او واحدة بتحب شغلها بتلاقيها بتتفنن فيه كده وبيعمل ابداع فيه. ليه؟ لانه هو بيحبه. لو واحد مثلا مش بيحبه، خلاص انا غسلت المواعين هطلع اجري اشوف الباب فين واطلع اجري كده. لو بحبه بقى الواحد يطلع ايه، كل اللي جواه. فعشان كده بقول لكم والله العظيم احنا بنقضي وقت كبير جدا في المطبخ، فنحاول بقدر امكاننا كده ان يبقى المكان حلو ومريح للعين والاعصاب وكل حاجه. كمان لو انت ما عملتيش كده هتحسي دايما ان المطبخ بتاعك مش نظيف مكركب. يعني في وقت من الاوقات كده لما انت تقومي وتحبي تنظفي هتقولي هتبتدي منين، مش هتعرفي هتبتدي منين ولا منين. فخليكي شطورة كده، واول باول اول باول لا اي حاجة تتوسخ كده او يحصل فيها اي حاجة تنضفيها على طول. يعني البوتاجاز يوميا بيتغسل مرة واتنين. العيون مش دايما، يعني العيون ممكن كل يومين او ممكن مرتين في الاسبوع اروح شايلاهم وغسلاهم. وكمان الطريقه الاخرانيه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بنسخن العين كويس جدا قوي 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 يعني، ونحط عليهم المنظف اللي انا وريته لكم. هو تقريبا الازازه دي ب3 جنيه، مش غاليه خالص خالص بالنسبه لمنظفات تانية كتير. فديا ولا حاجة والله العظيم. يعني انا بجيب منظفات غالية فعلا، ف3 جنيه يعني بالنسبة ليهم ولا اي حاجة. وهم مكانهم كده بتغسليهم ما شاء الله بتلاقي البقع والحاجات اللي هو الحروق اللي بتبقى في الكوبش دي اتشالت خالص. انا اكتر واحدة بصوا عانيت من الموضوع ده والله العظيم، لان الكوبش اللي عندي دي ألمونيا مش استانلس، فالاوساخ بتلزق لزقه سودا بصوا يعني بتعملي اي حاجه فالاوساخ عايزه ايدين حديده انها تدعك فيها ليل ونهار. فالخطوه دي عملت عليا كتير بصراحه، ووفرت عليا كتير قوي. ومنظف ب3 جنيه. المهم بقى الرخامة طبعا من الحاجات اللي برضو اللي هي اليومية اللي احنا لازم ننضفها. بصوا في الراحة وفي الجاية كده ايدك فيها، يعني مش هقولك مرة في اليوم ولا مرتين، لا هو طول النهار طول ما انت رايحة جاية كده ايدك على الرخامة على طول. طبعا لان هي بتبقى من اكتر الحاجات اللي يعني ولادنا بيبقى في ايده سندوتش، في ايده اي حاجة برتقانة اي حاجة بيبقى مثلا مش عايزها، بيروح حاططها فين على رخامة المطبخ. فلازم الرخامة تبقى نظيفة عشان لما اخوي يجي برضو بعديه خد العيش خد اللي هو فايض من اخوه ده يبقى هو نضيف برضو وحلو وما تخافيش منها خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. لو انتي وصلتي لحد هنا في الفيديو بقى حطي لايك للفيديو واشتراكك الجميل وكومنتكم اللي بيفرحني. بصوا ببقى مبسوطة بيه جدا والله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ناخد هدنة كده شوية حاسة ان انا اتكلمت كتير. ما تنسوش بقى اللايك بالله عليكم، عشان انتوا بتشوفوا الفيديو وبتنسوا تعملوا لايك، فما تضيعوش تعبي وشقاية. فتحطوا لايك ماشي. ولو في اي فكرة اي حاجة في الفيديو او في افكار في دماغكم نعملها مع بعض قولوا لي واحنا نعملها على طول. بصوا بقى الشرشوبة دي غيار للشرشوبة التانية، انا غسلتها مع الفوط المطبخ عشان تبقى تنضف وتبقى حلوة. يعني انا مش غيرت هرميها لا، دي انا بغسل بيها الحيطان. بصوا هو الجردل ده مبدئيا كده فلوسه حلال 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 يعني والله العظيم بجد. من احلى الحاجات فعلا اللي انا جبتها. انا كنت جايباه غالي، يعني كنت جايباه تقريبا من سنتين او يمكن اكتر كمان، كان عامل 500 جنيه. طبعا هو دلوقتي غالي لان ده الاصلي كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. بس الحاجة الوحيدة اللي انا كنت بستثقله فيها ان هو تقيل شوية، فكنت جبت جردل من اللي هو العادي اللي هو الرخيص دوت. بصراحة استعمال مرة واتنين وكان انخرم مني وبوظه. فرجعت لده تاني بقى، بقيت بصراحة عرفت قيمته مهما اعمل فيه. بصوا زي الحديد والله العظيم. وبيجي معاه الاتنين الغيار دول جمال، واحد بعمل بيه الارضية والتاني بعمل بيه الحيطان.
وكمان حلو قوي. عارفين انتوا المساحه اللي هي بتاعه الحيطان، اللي هي المستطيله دي الطويله دي عندي، دي برضو انقطعت وباظت. بس دي بسم الله ما شاء الله، يعني الواحد يغسل وينشف وكل حاجه وانا واقفه مكاني، ما بتحركش، بطلعش على سلم، ما بعملش اي حاجه من غير ما مثلا ما بل هدومي بقى، واحنا في الشتاء دلوقتي والكلام ده، فكلكم عارفين يعني بل الميه في الشتاء بيعمل فينا ايه. فمش ببقى محتاجه كل الحاجات دي، فيعني ما تسترخصوش. طيب يا نسمة، انت وجعت دماغنا. الاصل يعني مفيش حد بيجيب الاصل الا انت. لا والله مش كده، بس بتبقى الفرق حاجة بسيطة خالص. ما يستدعيش ان احنا نسترخص يعني. خلاص تعالوا بقى اقول لكم المكونات ايه اللي احنا عملناها النهارده. بصوا احنا هنعمل كيك بالشوكولاته بالميه، مش هنحط عليه لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه. حطيت كوبايتين 2 ميه. بصوا المقادير كلها تبقى بالكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، كوبايتين 2 ميه، عليهم كوبايه سكر، عليهم كوبايه زيت، وهقلبهم كويس قوي مع بعض، وعليهم كيسين 2 فانيليا، ومعايا كمان كاكاو وكيس بيكنج باودر، ومعايا الدقيق. هعمل كل حاجه قدامكم كده بقى. ايه، انا قلت اما اقعد ارتاح من المسح واللي انا عملته، ما حبيتش ان انا اقف في المطبخ، فقلت اما افرش بقى كده في الارض واقعد واربع بقى زي ما انتوا شايفين كده. هعملهم الاول كده بالمضرب عشان السكر يدوب كويس قوي معايا. هبدأ ان انا هعمل مجين 2 دقيق. هنخلهم وعليهم معلقتين 2 كاكاو، بس انا بصراحه حطيت 4 معالق كاكاو، ما حطيتش 2، لان الكاكاو ده حسيت ان لونه فاتح قوي، ما ادانيش اللون اللي انا عايزاه، فانا حطيت معلقتين كمان. بس كانت الكاميرا فاصله يعني. وهحط البيكنج باودر وهحط رشه ملح، ومعايا الخل بس مش هحطه دلوقتي. بصوا دي من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، وفعلا كمان اقتصاديه. يعني كلنا عندنا دقيق وكلنا عندنا سكر وعندنا زيت. طب يا نسمة الزيت غالي، ويعني انتي شويه الزيت اللي هم عندنا هنعمل بوم كيك، معلش يعني مش هيجرى حاجه لما نعمل لهم حاجه تفرحهم. وفي نفس الوقت احنا مش هنعمل كل يوم برضو، يعني حاجه كده ايه، احنا هنعملها بسبب النتيجه بتاعتهم في الامتحانات بتاعه الشهر، حاجه حلوه كده ايه نشجعهم بيها وهم نفسهم فيها، فمش هيجرى حاجه يعني. انا هنا حطيت معلقه ونص كبيره خل طبعا عشان الكميه كبيره، فحطيت معلقه ونص خل بعد ما ضربت الخليط خالص يعني. حطيتهم معايا الصاج، انا عامله الكميه بتاعتي دي على قد الصاج ده. ممكن انت تعملي في اصغر صينيه عندك، ممكن تعملي المقادير بمج الشاي العادي بتاعك، مج واحد بس دقيق، فهماني؟ ممكن يعني تقسمي المقادير كلها وتعملي بمج الشاي، اعملي بمج الشاي العادي المقادير كلها، مش شرط تعملي الكميه اللي انا عملتها دي. بصي، هو ممكن يكون هو مش اقتصادي قوي، وممكن اللي يكون مكلف اللي هو قالب الشوكولاته، اللي هو اللي هنسيحه عشان نحطه على الوش في النهايه، ممكن ده اللي يبقى غالي. انا جايبه القالب ب 18 جنيه. خلاص، فممكن بقى انت ايه وانت بتجيبي الطلبات كده تجيبي لك واحد كده وتعينيه. مش لازم تعملي كله في وقت واحد، يعني تجيبي النهارده القالب، ممكن بكره تجيبي الكاكاو، فهماني؟ فمش شرط تروحي ايه عامله كل ده مره واحده. انا بقول كده والله العظيم مراعاه لظروف الناس، يعني الناس كلها مش بامكانها ان هي تعمل وتجيب وتودي وكده. خلاص، هنا انا عملت الكريمه، كوبايه كريمه بيضه، ما عنديش كريمه بستري للاسف خلصت. كريمه، مج ميه ساقعه متلجه وعليه مج سكر بودر، حطيتهم مع بعض وضربتهم في الخلاط، وحطيت عليهم معلقه كاكاو، هي فتحت اللون كده بس انا هغمقه شويه. حطيت شوكولاته من اللي انا سيحتها. هنا بقى الكيكه بردت خالص، لازم تبرد. طبعا احنا في الشتاء فالدنيا ساقعه خالص يعني، فما احتاجتش ان انا احطها في التلاجة، اشتغلت على طول. غزغزتها كده بخلة السنان لازم، وجبت شوية لبن كده وكيس نسكافيه، وشربت الكيك بيه عشان يبقى الكيك بتاعي طري وحلو وجميل كده، ويبقى له طعم كده جميل يعني، لان احنا مش حاطين لا لبن ولا حاطين بيض ولا اي مرطبات للكيك خالص. فهنا انا عملت الكريمه كده فردتها، ودي الشوكولاته اللي انا بقول لكم سيحناها حطيت عليها. يعني انا كنت جايبه قلبين 2 عشان الصاج ده بياخد قلبين. حطيت عليهم مج لبن وربع مج زيت كده عشان تدي لمعان وحلو.
ما سبتهاش لما غليت، يا دوب اتساحوا كده مع بعض وسبتهم. واشتغلت بقى على طول، لان الدنيا ساقعه ممكن الشوكولاته تجمد مني على طول. فما استنيتش بقى، عملتها على طول. وزي ما انتم شايفين كده انا اشتغلت على طول، ما حطيتش بقى في تلاجة ولا اي حاجه زي المره اللي فاتت. كانت الدنيا حر فما كنتش حابه ان هتسيح مني يعني. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بقيس القطع كده علشان تبقى القطع متساوية كلها، تبقى مقاس واحد، شكل واحد. ما تبقاش مثلا في حتة طويلة حتة قصيرة، الجو ده. فلا، انا عايزاه يبقى كلها واخد نفس الشكل، واخد نفس القطعية يعني، برضه يبقى شكلها لطيف كده. زي ما عملت بالطول هعمل بالعرض عشان تبقى القطعة متساوية. مش حابة تعملي الخطوة دي فايدك ميزان بقى، فبراحتك خالص. انا هنا كان معايا منديل كده، كنت بمسح السكينة بيه اول ما بطلعها، علشان يعني ما ليطش الدنيا، يعني ما تبقاش القطعة كده ايه، مليطة وكلها خلطت على بعضها كده، فيبقى شكلها مش عاطفي. ممكن تعملي بمية سخنة، تعملي السكينة بمية سخنة، تقطع معاكي بسرعة، وكمان ما يبقاش فيها كريمة، ويبقى الشكل القطع حلو ولطيف كده، يعني تبقى الحتة شكلها لطيف. طبعا كانت الكريمة بقى بره، فكانت سايحة لحد ما كده شوية. يعني اي شكل اي حاجة يعني، كفاية ان هي معمولة في البيت، وحاجات انت عاملاها في بيتك وبتفرحي ولادك عشان هم مثلا جابوا درجات كويسة، بتشجعيهم كده، فدي لوحدها كفاية. ممكن تزيني باي حاجه بقى انت. انا كان عندي هنا شوكولاته شيبس البيضه دي، ومعايا عندي نجوم صغيره كده، فانا عملت لهم بيها. ممكن تعملي باي حاجه عندك، مش شرط يعني. ممكن تعملي بالكريمه دي كفايه، او بصي اي حاجه يعني، مش بايدك باي حاجه يعني. انا كان قصدي الحاجه، بحب الحاجه تبقى بصي يبقى كله زي بعضه شكلها لطيف، شكلها حلو كده محبب يعني. انت حتى العين بتاكل قبل البق يعني، قبل ما انت بتاكلي الحاجه وبتندغيها كده، لا هي عينيك اللي بتاكل. لو عينك اشمئزت من الحاجه اصلا استحاله الواحد هيدوقها لو هي ايه حتى. فعشان كده بقول لكم اهتموا برضو بالشكل، زي ما بنهتم بالمحتوى من جوه كده، لا لازم نهتم برضو بالشكل. بصوا بقى شايفين اللي انا فيه؟ من يعني من اكتر الحاجات اللي بتضايق اي ست هو الحوض المواعين الجميل ده. بس هو كان يعني انا قلت اما بخليه الاخر بعد ما اتغدينا وكده، كان عندنا اكل سخنته. فانتوا عارفين الاكل اللي هو بيبقى فايض مثلا وبنسخنه في يوم ده، يوم التسخين ده، فبيبقى ايه من كل فيلم اغنيه كده، فبتبقى المواعين كتيره قوي. فانا فضيت الدنيا كده، قلت بقى بعد ما نتغدى ونشرب شاي بقى وكده، والواحد يعمل دماغه كده يعمرها شويه، فانا قلت ايه، لا اخليهم كلهم. وبعدين عاده المواعين يعني ان شاء الله مش بتاخد وقت. المهم عشان نوفر في المية بقى، فاتورة المية اللي بتيجي بقد كده دلوقتي كل الناس بتصوت منها. انتي تغسلي المواعين كلها مرة واحدة، وتشطفي مرة واحدة، بلاش المعلقة بمعلقة دي ولا الطبق بطبق. الحاجة دي بتهدر مية كتير، او كمان تجيبي البتاعة اللي هي موفرة للمية، اللي بتبقى عاملة زي الدش دي، انا عندي وهركبها ان شاء الله، لان كده الموضوع اوفر يعني. فاتورة الماء لما بتيجي ب 400 جنيه ولا 300 جنيه كتيرة قوي قوي بزيادة يعني. فدي من الحاجات اللي هتوفر معاكي في المية جامد، لان هي بتشتغل على الاقل ضغط مية موجود. بتشغليها كده بتبقى عاملة زي الدش. ممكن تشغليها حنفية، وممكن تشغليها يعني حنفية عادية خالص، ممكن تشغليها تبقى ايه عاملة زي الدش كده. فاحنا دايما لما نيجي نغسل المواعين نعملها على اليمة اللي هي عاملة زي الدش، توفر المية جامد، لان هي بتشتغل بضغط مية قليل. بس لما بتشغليها زي الدش كده بتحس ان انت معلية المية، بس انت في الاصل مش معلياها. فهتوفر معاكي كمية مية كبيرة قوي. وكمان بقى نغسل المواعين كلها مرة واحدة كده، ونروح شاطفينها مرة، فتحسي كده ان انتي بصي ما استهلكتيش لا وقت، ولا حسيتي بوقفة الحوض اللي احنا كلنا بنكرهها اساسا. آه،
فهتحسي بفرق كبير قوي. وطول ما انت واقفه كده استغفري ربنا وقولي استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بصي هتحسي والله العظيم ان انت ما غسلتيش مواعين اصلا يعني. يعني عندنا هنا في البيت بيقولوا لي انت اصلا الحوض ده يعني مهما كان مليان مواعين ما بيفرقش معاكي، ما بتزعليش ولا بتحسي ان انت عندك هم من غسيل المواعين ابدا. والله العظيم انا بعمل زي ما بقول لكم كده بالظبط، يعني بغسل المواعين كلها مرة واحدة واروح شطفاها مرة واحدة. وكمان طول ما انا واقفة بقى بقعد اقول استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله العظيم يعني بجد بحس ان انا منها الواحد اخد ثواب ان هو استغفر وحولك. بس وكمان ما بتحسيش باللي انت وقفتي وقت كبير غسلتي المواعين، ولا بتحسي بتعب يعني وجع الرجلين اللي احنا بنبقى نحسه من وقفة الحوض المواعين ده وغسيل المواعين، مش هتحسيها والله خالص. جربي الحاجات دي وان شاء الله تدعيلي وكوني يعني جربتيها فعلا وصدقتي يعني. خلاص. كمان ما تخليش حوض المواعين بتاعك يبقى عليه ميه خالص، لا لازم نغسل كده ونظبط